اجلس. بص يا فضيلة الإمام، فضيلة الإمام ينبغي يعني أن نضع حدا لهذا. اسمعني بس يا فضيلة الإمام بعد إذنك. والله هذه أنا في بيتك، هذه محاورة علمية. أنا في بيتك وبين أبنائك. أنت صديق. اسمع بس، أنت صديق. اسمعني يا فضيلة الإمام. فأنا لو سمحتم، هل تسمح لي أعبر عن رأيي؟ هل تسمح لي؟ فضيلة الإمام خلاص. تسمح لي أعبر عن رأيي؟ والله حسيبك تطلع على الموتوكول. تسمح لي اعبر عن رأيي؟ تفضل حضرتك. لا تصادر علي ما تطلبه. انا مش بصادر ولا حاجه، انا بس عايز اعرف الكلام انتهى ولا لا. انا اللي عايز اقوله حضرتك، لان في سوء التباس وفي قياس للحضر على الماضي. قد يكون اتفضل. قد يكون، بس انا بيني وبينك يعني احنا يعني حضرتك يعني حولتها المعركه بين اطلاقا جبهتين. انا ما حاولتش والله، انا باخذ من كلام سيادتك اهو. انا كلامي يسيء فهم. اتفضل حضرتك. لا، ما حضرتك يعني قلت بالحقيقه المطلقه، وده بيتكتب فعلا. لا يمكن المسيحي يكون مسيحي الا اذا كان يعلم ان عقيدته مطلقه، والا لا الذين يظنون انهم ملاقوا. والملحد ايضا لا يمكن ان يكون ملحدا اذا تشكك لحظه في الحادي او في مذهبه الالحادي. لابد والا المذاهب دي كلها تنهار. كل مذهب يزعم انه يدافع عن الحقيقه المطلقه. اتفضل. والا ما الداعي وهذا من رحمه الله عشان الاختلاف يظهر. طيب بيني وبينك، هل تجد التراث اليوم مطبق في حياتنا؟ أنا ما أظن أن تراثنا مطبق. يعني احنا نأكل كما يأكل الأوروبيون، بالشوكة والسكين والشمال واليمين. نستخدم سيارات الأوروبية والأمريكية طبعا. نستخدم طرائق الأكل والجامعات اللي عندنا، ولسه هعقب على الجامعات بكلمة أخيرة. وأنا كنت مسؤولا في جامعة الأزهر 7 سنوات قبلك، وأعترف بأننا أخفقنا جميعا في النهضة المطلوبة، ونفكر كما يفكر الأوروبيون، نقرر المواد كما يقرر التعليميه، كما سياساتنا أيضا تخضع للنمط الأوروبي الغربي. احنا يمكن الإسلام عندنا، الإسلام مش هقول لك تراث، وخليني صريح، يمكن في مسألة الزواج والطلاق فقط والميراث. فأين هذا؟ يعني أنا لا أرى حقيقة مجالا بالعكس، أنا كنت أتوقع أن الناس يقولوا أين التراث مما نحن فيه، لأن كل التراث شخصيتنا انتهت. هو احنا يعني حضرتك حدثني شخصيتنا ايه كعرب ومسلمين؟ لا شيء الآن، لا شيء الآن. ده يقضى في أمورنا. وأنا كنت في منتهى الخزي وأنا أشاهد ترامب مع في إسرائيل. طبعا هم الذين يخططون ويقولون ويتحكمون ويحلون المشاكل. لا يوجد أحد عربي ولا أحد مسلم. فهذا هو المجال الذي يجب أن نحارب فيه. ولعلك يعني أنا أرجو أن تكون على علم بما وراء الأكمة. المسألة مش مسألة، بالعكس، حرب التراث دي وحرب الحداثة هذه أيضا يعني شيء مصنوع صنعا يعني تفويت الفرص علينا. وحضرتك بالله لو سألت أكيد من الريف، روح اسأل أي واحد براء البحراث، قل له هل اللي بيعملوا داعش ده ولا اللي من الإسلام؟ لا يمكن، هيقول لك لا، ده مش من الإسلام. ونحن كعلماء وكمشايخ أزهر تحدثنا مرة واثنين وثلاثة ومؤتمر واثنين وعشرة، وقلنا إن هذا الإرهاب الإسلام والمسلمون بريئون منه، ومع ذلك ابتلعنا الطعم في أن احنا دائما أن الإسلام إرهابي، ونعمل مؤتمرات عشان نقول أن الإسلام ليس من الإرهاب ليس من الإسلام. هناك ماكينة خبيثة ملعونة حتى تدير نمط التفكير. أخيرا يعني أنا برضو مش عايز أطيل، آخر حاجة، الحرب الحقيقية يا سيدي في أن احنا جامعاتنا الآن من أكثر من قرن من الزمان، فيها الهندسة، فيها الطب، فيها الزراعة، فيها الصيدلة، فيها الطيران، فيها كل ده. نعم، كلية العلوم ما شاء الله، العلوم وفيها، وعندنا مراكز البحث العلمي، وعندنا كله. احنا حتى الآن مش قادرين نصنع كاوتش سيارة.
لا أحدثك عن السيارات، لا أحدثك عن الأسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. هذا هو ما يمليه عليه ضميري أن أقوله في هذه الجلسة حتى ألقى الله وأنا يعني قدمت بعض الشيء. وأنا والله ما بيني وبينك أكبر بكثير جدا مما ظننته من أن أنا أحول أو لا. أنا لا أريد أن أحول، ولكن أرجوكم ابحثوا عن مشكلة غير التراث. وشكرا.